حابة تستغلي فترة الشتاء بأحسن شكل ممكن؟ ضيعتي فترة شتاء 2025 وحابة تستثمري آخر 3 شهور فيها بس مش عارفة ازاي ومنين وامتى؟ تابعي الفيديو ده عشان في الفيديو ده هشرحلك 4 نقاط لو مشيتي عليها أوعدك ان هي هتغيرك للأحسن وهتغيرك 180 درجة للأحسن، وستبس لو مشيتي عليها بالرغم ان هي بسيطة ولكن هتخليكي على مدار ال3 شهور الجايين شخصية تانية تماما سواء من الجوهر أو المظهر. من ناحية مراجعة الأهداف، مقاومة الكسل، العادات الصغيرة اللي أغلب الناس بتهملها في الشتاء، وآخر حاجة وأهم حاجة التحضير للسنة الجديدة اللي هي آخر 3 شهور وآخر ربع من السنة. فإذا كنتم مهتمين بالفيديو وتطوير الذات تابعوني عشان محتواي هيفيدكم. أول نقطة معانا مراجعة الأهداف. ساعات كتير بنحس اننا ناسيين احنا كنا عايزين ايه اصلا او بننسى اهدافنا او بعض من اهدافنا، وده بسبب حاجتين: اننا لما بنحدد اهدافنا بنكتبها مرة واحدة بس ومش بنبص عليها تاني، ثانيا بنكتب مليون هدف عايزين نحققه في السنة وده غلط جدا. فحددي هدفك الرئيسي، مثلا تطوير الذات وبناء جسم صحي وغيرها. فانك تحددي هدف واضح وواحد زي ده هيساعدك انك اساسا ما تنسيهوش وتعرفي انت رايحه فين ووجهتك للهدف هتبقى عامله ازاي. ودي تنقلنا للخطوه التانية في مراجعه الاهداف، وهي انك تحددي 3 اهداف فرعيه تدعم الهدف الرئيسي. فمثلا هدفك جسم صحي، فال3 اهداف بتوعك اللي هيقسمولك وجهتك وهي: اول حاجه اكل صحي، تاني حاجه تمارين او جيم، تالت حاجه نوم كويس. اتمنى تكون وصلت الفكره. ورابع حاجه مراجعه الاهداف الشهريه والاسبوعيه واليوميه. على الرغم من ان الموضوع ممكن يبان ليكم ان هو معقد، بس صدقوني الموضوع بسيط جدا. فانكم تحددوا 3 اهداف ليومكم، زي مثلا تشربوا 2 لتر ميه في اليوم، او تصحوا بدري وتذاكروا او تتمرنوا ساعه. دي 3 اهداف بسيطه وواضحه وهتخليكم تنجزوا بسرعه، ومع الوقت الاهداف دي هتتراكم على بعضها فتكون لكم الاهداف الكبيره اللي انتوا عايزين توصلوا لها. اما بالنسبه للاهداف الاسبوعيه فحطوا في البدايه هدف واحد بس في الاسبوع. اما الشهريه خلوها 3 اهداف قويه شويتين، زي انكم تشربوا 2 لتر ميه كل يوم لمده شهر، او انتظامكم بالاصح على شرب الميه. تاني حاجه تنتظموا على الجيم وتنتظموا على المذاكره. ممكن تخلوها هدف واحد في الاول عشان يكون سهل عليكم، بعد كده تزودوا زي ما انتم حابين. خطه التحسين. انا فين دلوقتي من ناحيه انضباطي، أكلي، دراستي، نفسيتي؟ ايه اكتر 3 حاجات مضايقاني في نفسي؟ دي اسمها نقطة الوعي، الاساس اللي تبني عليه كل تحسين. اختاري 3 مجالات بس للتحسين، ما تختاريش كل حاجة مرة واحدة، واختاري اهم 3 حاجات هتركزي عليهم خلال ال3 شهور الجاية. مثلا تطوير الذات والانضباط، الجسم والصحة، الدراسة والمحتوى. تاني حاجة معانا مقاومة الكسل. ازاي ممكن تتغلبي على الكسل بالذات في وقت الشتاء المعروف بوقت تحت البطانية وبس؟ اول حاجة ابدأي يومك بحركة، سواء كانت استرتشات، تمارين او بلانك كام ثانية، تمشي شوية، اي نوع من انواع التمارين اللي يسخن جسمك. تاني حاجة خلي البيئة اللي حواليكي تشجعك. اتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل في فيديو قبل كده بس هرجع أكد عليه. حطي صور أهداف على مكتبك أو كوتس تشجعك على الاستمرارية، أو حتى تفكري نفسك انت بدأتي ليه من الأول وإيه هو هدفك. وهنا هنرجع لنقطة مراجعة الأهداف، ودي اللي هتديكي الشغف للاستمرارية. تالت حاجة استخدمي قاعدة ال5 دقايق. خدي 5 دقايق لمهمة محتاجة تنجزيها، مثلا قراية كتاب أو تدوين أو أي مهمة تانية هتاخد منك 5 دقايق بس، فدي هتخليكي تنجزي في يومك وانتي لسه يدوبك صاحية من النوم. خامس حاجة إنجاز أصعب مهمة في بداية اليوم. أولا ابدأي اليوم بإنجاز أصعب مهمة فاستغلي الطاقة دي. رابع بوينت معانا العادات الصغيرة اللي غالبا الناس بتهملها في الشتاء. أول حاجة معانا شرب المية أو الماء. الماء في الشتاء بيبقى نادر، أو نقدر نقول عليه ما بيبقاش زي الصيف عشان الجو بيبقى بارد لوحده، فمش بنحتاج مية ترطب جسمنا، ولكن ده ما يمنعش احتياج جسمنا المستمر للمية. فعشان كده اربطي الماء بمسألة فعل مش عطش. فمثلا بعد كل صلاة اشربي كوباية مية، وقبل وبعد كل وجبة اشربي كوباية مية. ما تستنيش تعطشي عشان تشربي، في آخر اليوم هتكتشفي انك شربتي 2 لتر أو أكتر من غير ما تاخدي بالك. تاني حاجة التمرين والحركة واتكلمت عنها مسبقا. تالت حاجة المذاكرة. المذاكرة ممكن تكون بالليل مع مدرسة وشتاء وبرد صعبة شوية، ولكن انتوا اكيد عارفيني مش هينفع اسيب حاجة صعبة عليكم الا لما اكون سهلتها بقدر الامكان. فجبت لكم جدول للمذاكرة هيساعدكم جدا انكم تذاكروا، وباذن الله يساعدكم على تنظيم وقتكم في الدراسة. اول حاجة ابدأوا اول 30 دقيقة ترتبوا فيها المكتب وتهيئوه للدراسة. بعد كده ابدأوا من الساعة 8:30 للساعة 9:15 بأصعب مادة. بعد كده تستريحوا 10 دقايق وتعملوا حركة بسيطة أو تشربوا مية، وترجعوا تاني من 9:15
ل10:15 وتحلوا على نفس الدرس، وبعدين تستريحوا 10 دقايق وتبدأوا بمادة تانية أخف شوية وسهلة أكتر لمدة ساعة، وتستريحوا 10 دقايق، بعدين ترجعوا تعملوا بطاقات صغيرة أو ملخصات للدروس والأسئلة الصعبة اللي وقفت عليكم. آخر حاجة وأهم حاجة الاستعداد لآخر 3 شهور في السنة. اسألي نفسك أنا عايزة أكون مين لما السنة تخلص؟ اكتبي نيتك في جملة واحدة، نيتي في آخر 3 شهور إن أكون كذا عشان كذا. خدي كلمة مفتاحية تعبر عن نيتك زي الانضباط والثقة والتركيز. تاني حاجة مراجعة سريعة للسنة اللي فاتت. اكتبي 3 حاجات نجحتي فيها و3 دروس اتعلمتيها و3 حاجات لسه محتاجة تكمليها قبل ما السنة تخلص، ودي هتديكي صورة واقعية عن وضعك الحالي. تالت حاجة قاعدة 3 في 3. اختاري 3 أهداف رئيسية لل3 شهور الجاية، ولكل هدف حددي 3 أفعال بسيطة تلتزمي بيها، يعني 9 خطوات صغيرة بس، لكن لو واظبتي عليهم النتيجة هتكون ضخمة. في آخر الفيديو أتمنى من كل قلبي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. أشوفكم في الفيديو الجاي و thank you so much for watching.